المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب المصري. صورة تذكارية لعميدي الفريقين قبل بداية هذه المباراة في مواجهة كما قلت ستكون قوية بين المنتخبين، مواجهة لتصحيح المسار واستعادة الثقة والحفاظ على امال التأهل لنهائيات كأس افريقيا. تشكيلة المنتخب الجزائري كمال بن عاشور في حراسة المرمى، باقي اللاعبين اسلام بعزيز، اسامة العيد، على غرار كذلك منافسات دوري ابطال افريقيا للسيدات، ودائما كتعرف تنظيم جيد. ومنتخب المصري كل لاعبين يمارس مزيان. اسامة العيدي كرة بعيدة خارج ارضية الملعب. نتابع من جديد هذه المحاولة، بدات بقوه ولكن بعيده على مرمى. نتابع هذه الكره الثابته، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء لفائده المنتخب المصري، الراسيه الكره خارج ارضيه الملعب. الحكم محمد ابو ليلى كيلعب الكره عرضيه دائما لفائده المنتخب المصري. ادهم السيد رفع الكره داخل منطقه الجزاء والكره اسامه ترغالين الان مع المنتخب الاول، وهذا اللي تحدثت عليه، تحدثوا على غانا، على نيجيريا، على منتخب مالي، و كذلك المنتخب المصري بواسطة اللاعب محمد أبو ليلى. فرصة مرت جانبا، متابعة كانت للعميد بلال عطية أمامنا في الصورة، كانت محاولة. تابعوا من جديد، ما كانش هناك وضعية تسلل. لو وصل الكرة بلال عطية تقريبا كنا غنتابعوا هدف أول في هذه الجولة الأولى، واللي كيتوفر على عدد كبير من اللاعبين المحترفين. التصفيات لعبت الكرة، هذه فرصة رأسية ولكن جانبا. سنتابع هذه الفرصة، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الحارس. شرط في المنتخب المصري، كرة بالرأس من طرف حمزة السيد وخروج الحارس. كذلك النتائج كانت جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. فرصة رأسية ولكن كرة في يد الحارس كمان بن عاشور، كانت رأسية ديال محمد حميد تسعى الأرجنتين في الترتيب. هذه فرصة ومحاولة تسديدة ولكن بعيدة من طرف محمد ابراهيم. حمزه السعيد كيلعب الكره في الجهه اليسرى، هذه محاوله بواسطه اللاعب ادم محمد، تدخل كليله ابو ليلى مباشره، الفرصه تدخل الحارس بن عاشور اللي سدد بقوه مباشره للمرمى، انه كان تقدم شيئا ما ديال الحارس كمال بن عاشور، حاول يغير الترديه طرف اللاعب محمد ابو ليلى وتدخل الحارس. كوينز من نيجيريا 4 ديال النقاط على مستوى المجموعه الثانيه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، خروج موفق للحارس عمر عبد العزيز، حارس فريق الزمالك باللقب، اخر لقب السنغال، كان فاز على الجزائر بضربات جزاء. هذه فرصه محاوله تدخل الحارس دائما فرصه. رفعت الكره من ادم محمد داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع دائما لفائده المنتخب المصري، تسديده مرت جانبا. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب المصري. نتابع من جديد تمريره من ادم محمد، تدخل الدفاع، تسديده لادهم السيد فريد، كره مرت جانبا من القائمه الركنيه لفائده المنتخب المصري، تدخل وابعاد الكره. لعبت الكره ارضيه داخل منطقه الجزاء ولكن الكره سهله. هذه محاوله خروج الحارس المنتخب المصري داخل منطقه الجزاء، تسديده قويه بواسطه محاولة داخل منطقة الجزاء، تسديدة، تدخل الدفاع، إبعاد الكرة. تدخل المنتخب الوطني المغربي كما قلت من أجل تحقيق التأهل. في الوقت الحكم يعلن ضربة جزاء اللي كانت بواسطة اللاعب بن عيسى فنوش. إذا ضربة محاولة والهدف. إذا الهدف الأول في الجولة الأولى في هذه المباراة لفائدة يعطي دفعة أخرى لهذه المباراة. كل منتخب سيسعى كما قلت لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة، خاصة بين المنتخبين اللي انهزموا خلال الظهور الأول وخلال الجولة الأولى. كرة طويلة، حكم كمل خطأ. محمد حميد تمريره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع، دائما محاوله مرتد هجومي لفائده المنتخب الجزائري، محاوله، هناك تغطيه حاضره
المنتخب الجزائري، ولكن تدخل استرجاع كره مرتد هجومي الان لفداء المنتخب المصري. خروج الحارس، خروج كمال بن عاشور. لعبت الكره بشكل جيد داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله تدخل الحارس عمر عبد العزيز في مناسبتين. يتبادل المحاوله البحث عن امكانيه التسديد، تغطيه كان محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، تسديده قويه وتدخل الحارس عمر عبد العزيز. الركنيه الاولى في هذه الجوله الثانيه لفائده المنتخب المصري. وصل لمرمى الحارس كمال بن عاشور. تدخل، حاول ابعاد الكره، ضربه مقاس ولكن الكره من حميد. كره داخل منطقه الجزاء، فرصه ومحاولات. لعبت الكره مباشره وتدخل الحارس كمال بن المصري وسط اللاعب انس ابراهيم. لاحظوا الخروج، كاش خروج موفق للحارس بن عاشور، ثم لاعب انا ما كانش بشكل جيد من حمزه السيد. هذه فرصه مشات فوق المرمى، ممتاز بلال عطيه. عبيد التسديده بالرجل وصلها ولكن الكره مشات فوق المرمى. اول تهديد صريح بالنسبه للمنتخب المصري والعميد بلال عطيه. تمريره من حمزه سعيد على مستوى الجنوبنا لادهم السيد. تدخل وشرط، كره داخل منطقه الجزاء، الكره بالراس تم لفائده المنتخب المصري. هذه محاوله داخل منطقه الجزاء، تسديده وتدخل الحارس. تدخل الحارس عاشوري تمكن من المراوغه، كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء. دي فرصه راسيه، الكره في العارضه، الراسيه ديال بن عيد. كيرفع الكره بفائده المنتخب المصري، اقرب لمحمد حامد. محمد حامد مراوغه، محمد حامد شو يعمل؟ يمرر. هذه محاوله تمريره لكن الكره سهله، كانت محاوله تمرير. هذه فرصه والهدف، هدف لفائده المنتخب. جدد مجريات الايقاع. لعبت الكره طويله، دخول داخل منطقه الجزاء بواسطه اللاعب محمد حميد لاعب فريق الزمالك، كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. هدف اللي غيعطي المنتخب المصري بواسطه اللاعب محمد حميد. محاوله تمرير، تدخل وابعاد الكره. رفعت الكره دائريه، فرصه تدخل لكمال بن عاشور، خطوره متواصله، تغطيه حاضره. لعبت الكره ارضيه، فرصه تسديده دائما، خطوره متواصله، الكره بالراس، فرصه تضيع، فرصه تضيع للمنتخب المصري. شباك فارغه. لاحظوا تلعبات محمد حميد، كره بالراس تطمت بالعارضه، راسيه حمزه السيد. خسرت الكره صراحه اللاعب محمد حميد. هذه فرصه تسديده وهدف، هدف ثاني، هدف ثاني في المنتخب المصري بواسطه لاعب حمزه السيد. الثاني لصالح منتخب مصر. هدف الثاني لفائده المنتخب المصري. تسديده قويه من حمزه السيد. تابعوا من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. ترفعت الكره، تدخل الحارس كمال بن عاشور.